لسه وصلنا حالا الباكج بتاع لينوفو ليجن جو، فخلينا نعمل له انبوكسنج ونشوف محتويات الصندوق ايه. هنا هيكون الشاحن بتاع الجهاز نفسه، وطبعا الاوتلت الامريكي الموجود معاه، وده الجهاز نفسه، وطبعا عليه كل الانستراكشنز الموجوده للهاردوير نفسه الموجود، والكيس بتاعته موجود عليها الليجن بروفايل، وموجود هنا سلوت عشان تقدر ان انت تشحن الجهاز نفسه وهو موجود في الكيس. بس انا مش برجح النقطه دي عشان ممكن الجهاز يسخن منك جامد. كمان الماتيريال نفسها بتاعت الكيس حلوه جدا. كمان في هنا اكسترا بروتكشن ممتازه جدا عشان تحمي الجهاز بشكل اكبر، ودي زي مايكرو فايبر بس جودتها مش احسن حاجه. الجهاز جاي بلون اسود بالكامل، بس الماتيريال اللي فيه شكلها شيك جدا. وهنا هيكون معانا الاف بي اس اكستنشن اللي بتستخدمها عشان تقدر تركب فيها وحده التحكم بتاعه الجهاز. خلينا نشغل الجهاز ونسكيب الانستليشن ستيبس، وبعد كده اوريكم الواجهه بتاعه الجهاز نفسه. طبعا ليجن جو عباره عن ويندوز بيزد بي سي، بيجي بويندوز 11، والسيستم الرئيسي بتاعه هو الليجن سبيس اللي بتوصل له عن طريق الزرار اللي هنا. الليجن سبيس بيكون فيه كل الجيمز اللي انت عايز تعملها بورشس من اي منصه من المنصات، وهنا الكويك سيتنجز اللي بتقدر توصل لها عن طريق الزرار ده، بان انت تقدر تعمل براوز وتشينج لاي سيتنجز موجوده في الجهاز نفسه. والجهاز نفسه تحس ان الماسكه بتاعته ممتازه، ولكن الايدجز دي ممكن تضايقك شويه وانت ماسكه لفتره طويله. كمان ده حجم الجهاز بالنسبه للار او جي الاي، طبعا في فرق كبير بين الار او جي الاي في العرض كمان والطول، وكمان حجم الشاشه نفسها، وده حجمه بالنسبه للستيم ديك. طبعا الستيم ديك هو اصغر من كده بس عشان الكيل سويتش كيس واخده حجم اكبر منه. والليجن جو بيجي بفيتشر مميزه جدا وهي الاف بي اس مود. خلينا اوريكم ايه هي الاف بي اس مود. طبعا لو لاحظتوا في ازرار كتير قوي موجوده في الليجن جو، بالذات الزرارين دول، والازرار دي معموله عشان تقدر ان انت تعمل دي اتاتش للكنترولر نفسه، بس بتدوس عليها وتسحب الكنترولر لتحت وهيفصل معاك على طول. وكمان نفس الشيء في الكنترولر التاني، بتدوس عليه وبعد كده تسحب لتحت. والليجن جو بيجي بستاند ممتاز جدا، تقدر ان انت تتحكم فيه بوايد انجل كبيره جدا قريبه جدا من السويتش، وتقدر ان انت تتحكم فيه بالطريقه دي عن بعد. كمان الكنترولرز نفسهم وزنهم خفيف جدا، والقطعه دي بتيجي عشان انت تقدر تثبت فيها الكنترولر ده وتستخدمه في الاف بي اس مود. والليجن عاملها بطريقه ماجنت عشان تقدر تثبت معاك، وبعد كده بتقدر ان انت تشغل الاف بي اس مود. وبعد ما تفعل الاف بي اس مود تقدر ان انت تتحكم فيه بالطريقه دي. وهنا زرار الام 2 بيكون الرايت كليك، والام 1 بيكون الليفت كليك، وتقدر ان انت تتحكم فيه بشكل كامل في الجيمز او في غيره. كمان في تاتش تراك باد تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز عن طريق الماوس. هنا بيكون ال LED حوالين الباور بوتن، وهنا في سماعه، وهنا موجود الهيدفون جاك، وهنا اكزوست كبير للمروحه نفسها، وهنا بيكون المايكرو اس دي كارد، ومكانه هنا ممكن توصل له حراره ولكن هو ابعد شويه من الار او جي الاي. وهنا التايب سي رقم 1 والفوليوم والاب داون، وكمان في سماعه تانية هنا. وفي هنا زرار المنيو في الجيمنج اللي هو بيأكت از ستارت، وهنا السلكت، فانت تقدر تشحنه من الاسفل هنا، وكمان تقدر تعمل كونكت عن طريق الشاشه على التايب سي الموجود هنا. الازرار كلها الفيل بتاعها كويس، ولكن التراك باد هنا سيء جدا، كان لازم يكون مرفوع شويه زي الموجود في الار او جي الاي. ولكن الجهاز بشكل عام شكله حلو جدا وكاتشي. يمكن انا لسه ما عملتش تيست لاي جيم موجود عندي، ولكن حبيت اشارك معاكم كل التفاصيل دي، وفي مراجعه كامله هنزلها قريب جدا عن الجهاز بالتفاصيل كلها الموجوده فيه. فاعمل سبسكرايب في الشانل عشان ما يفوتكش ده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفك في فيديو جديد.